واحدة قررت انها تتجوز في النور وما تخبيش حاجة، ورغم سنها قلبت الدنيا عليها. والتاني اتجوز بعد انفصاله عن مراته بكام شهر بس، وكانت فنانة وما كانتش مصدقة اللي عملوا فيها بعد السنين دي كلها. والتالت بنته اللي زفته ووقفت في فرحه وشافت ان ابوها من حقه انه يتجوز. ده بقى غير اللي طلع مراته بشنطة هدومها بره البيت وقلبت عليه الدنيا وفرجت عليه أمة لا اله الا الله، واللي متدلع كمان على الاخر ولسه مراته بتاكله في بقه. تفاصيل كتيرة قوي عن جوازات الفنانين بعد سن ال60 قلبت السوشيال ميديا كله والاعلام، وما كانتش متوقعه ابدا انها تحصل. ايناس الدغيدي اتجوزت واحد اصغر منها ولا لا؟ وليه محمود عامر جوازاته اتكلم عليها الناس كلها؟ وايه حكايه مصطفى فهمي وحسين فهمي؟ وليه جوازاتهم بعد ال60 في منها اللي كان كويس ومنها اللي وصل للمحاكم؟ كل تفاصيل جواز الفنانين بعد ال60 والمشاكل اللي حصلت بينهم وليه كانت حكايات ليها العجب انا اعرفها في الفيديو ده، بس هتلاقوا تفاصيل مش هتتوقعوها ابدا. الجواز زي ما بيتقال دايما ملوش سن، ووقت ما بيحصل نصيب بيجي الجواز. وده بالظبط اللي حصل مع ايناس الدغيدي اللي ما اتجوزتش غير مره واحده بس في حياتها زمان، وهي من ابو ابنها، وبعدها كانت رافضه فكره الجواز وكان ليها شروط كتيره. بس واضح كده ان قلبها دق بعد ال70. ايوه، ايناس الدغيدي عندها 72 سنه وقررت انها تتجوز من رجل اعمال مصري اسمه احمد. وعشان ناس كتير انتقدتها بعد ما عرفوا انها تتجوز وكمان هتعمل فرح، قررت ان الجواز يبقى على الضيق بينها وبينه، وكمان قدمت ميعاد الفرح ومبسوطه قوي بالخطوه اللي اخدتها. بس مش جواز ايناس الدغيدي بس اللي قلب الدنيا، لا، سبقها في الموضوع ده محمود عامر اللي اتجوز وهو عنده 69 سنه من بنت من بره الوسط الفني، وكانت اصغر منه بكتير قوي، وكمان كان هو اول بختها، واتبسطوا وفرحوا مع بعض بفرح بطريقه مختلفه. اللي خلى جواز محمود عامر ترند انه كان متجوز لاشينا لاشين اللي كانت فنانه برضه، وهي ما كانتش مصدقه انه اتجوز بعد ما انفصل عنها بكام شهر بس، ونسي العشره والاولاد اللي كانوا بينهم. ولاد فهمي بقى واللي هم مصطفى وحسين دول حكايتهم حكايه، وطريقه جوازهم وحكايتهم كتيره وفيها تفاصيل ياما. حسين فهمي اتجوز اكتر من مره بعد ال60، وكانت اولهم لقاء سويدان واللي انتهت بانهم انفصلوا، بس كان في بينهم قواضي عشان ما كانش راضي يدفع فلوس النفقه، وانتهى الموضوع بانها اخذت حقها منه بالمحكمه. ورغم الانفصال الا انها قعدت تقول سنين طويله انها بتحبه، بس بعدها هو ما عادش كتير عشان يتجوز تاني، بس المره دي من بره الوسط الفني، وكمان بتظهر معاه في كل مكان ومش بتسيبه ابدا، ولسه بتاكله في بقه لحد دلوقتي. اخر جوازه بقى حياه مصطفى فاتن موسى، واللي انتهت بعد تدخل سفارات وحكايات كتيره، وهي بعد رحيله فضلت متاكده ان في ناس وقعت بينهم، والناس دي هي سبب انفصالهم. ده غير جوازات تانية زي سامح الصريطي والمطربه حنان اللي بنته هي اللي زفتهم، وكانت فرحانه بفرحهم مع بعض، وكانت شايفه انه من حقه يتجوز بعد رحيل والدتها وتعبها سنين. انتوا بقى ايه رايكم في الجوازات دي؟ وايه اكتر جوازه استغربتوها؟